نحن في فضل من الله عز عظيم. نتكلم بالعقيدة السلفية، دروس التوحيد، علو الله عز وجل. لا تشوفوا اللي يقول الله بالعلو كافر عندهم. الذي يقول لا تعبد الأولياء من دون الله هذا يسب الأولياء، ممكن يضرب حتى الموت. هذه النعمة التي نحن فيها لا يجب وجوبا أن نشكر الله عليها وأن ننميها وأن نحافظ عليها. شيخ أبو يوسف رحمة الله عبد الرحمن الصمد يقول كان عندنا في سوريا الصوفية والأتباعهم الوهابية دول إذا أذن أحدهم ما يقول أشهد أن محمد رسول الله. معقول؟ قال إذا أذن الوهابي بيحكي أشهد أن ما حد رسول الله. يقول في واحد على الفطرة، معقول؟ ذهب سرا من غير استئذان عند مسجد سنة وأخذ يستمع، وإلا يسمع المؤذن الوهابية يقول أشهد أن محمد رسول الله. قال رجع قال شيخي والله سمعته بيحكي محمد رسول الله. قال ما ترد عليه، ويقصد محمد بن عبد الوهاب رسول الله. شوف يعني كيف هل نحن نعاني من هذا؟ هل نحن نعاني من هذا؟ لا نعاني من هذا. فاظهر بدينك بتوحيدك بالعقيدة السلفية الأسماء والصفات والإيمان بها مذهب السلف من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. تتكلم بالتوحيد، المنابر مفتوحة، المساجد مفتوحة. هذا إن لم نحافظ عليه ويذهب. اليوم الأمور متاحة، غدا ما تدري ايش يحصل. استغل هذه الأوقات، استغل الدروس القائمة، الكتب المطبوعة، الزيارات، الضيوف الذين يقدمون من خارج. لا تفرطوا في هذا. اعلموا أنها نعمة قد تزول. تعلم قبل أن تنشغل، تعلموا العلم قبل أن تسودوا، تعلموا العلم قبل أن تأتي ظروف فتمنعوا. وهذا من وارد جدا. يوم من الأيام أصبحنا ولقد ابتلت هذه البلاد. والله إن بعضهم لا يفرط في هذه النعمة. يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يلتزم درسا واحدا. درس هذا اجعله شيئا من حياتك. كما تصلي العصر كل يوم احضر درس مرة بالأسبوع. لكن بعض الأخوة اللهم كافي كلش سحب بالمرة. لماذا؟ هذه النعمة قد تزول يا أخوان.